ازاي اوصل شاشتين ببعض؟ بص يا صاحبي، انا جهازي ما فيهوش كارت شاشه خارجي، بس في منفذين في المذر بورد اتش دي ام اي وديسبلاي بورد. يعني انا هعتمد على الكارت الداخلي بتاع المعالج، والمشكله هنا ما ينفعش اوصل شاشه على اتش دي ام اي والشاشه الثانيه على ديسبلاي بورد، شاشه واحده بس اللي هتشتغل. فانا هنا هستخدم ميزه اسمها ديزي تشين، ودي بتربط الشاشات ببعض عن طريق كيبل الديسبلاي بورد. فانا اوصل سلك ديسبلاي على المذر بورد، وبعدها اوصل سلك الديسبلاي على الشاشه الاولى. فانا في الشاشتين بتوعي عندي منفذين ديسبلاي، واحد ديسبلاي ان وده اللي بيستقبل الصوره، وده اللي هوصل بيه الشاشه الاولى. اما المنفذ الثاني ديسبلاي اوت، ده اللي بيخرج الصوره من الشاشه دي للشاشه ثانيه. فانا هوصل فيها برده سلك ديسبلاي، وهاجي عند الشاشه الثانيه اركبه بقى في الديسبلاي ان. وموجود برده المنفذ الثاني ديسبلاي اوت عشان لو عايز اوصل شاشه ثالثه. والخاصيه دي ما ينفعش تشتغل على كيبل اتش دي ام اي، لازم ديسبلاي بورد. وبرده ينفع تربط الشاشات ببعض لو المذر بورد والشاشه فيها ثاندر بولت، اللي هو بيبقى زي منفذ التايب سي ولكن بينقل صوت وصوره، وبيبقى عليه رمز البرق. اللي هو معلوش العلامه دي يبقى ده منفذ تايب سي عادي بينقل بيانات بس. واخر حاجه، لو انت عايز تفصل شاشتين عن بعض عشان كل شاشه تشغل حاجه مختلفه، فهعمل كليك يمين وهاجي عند ديسبلاي سيتنج، ومن هنا اختار اكستند، وبكده كل الشاشه بقت منفصله على الثانيه. قولوا لي، جربت الطريقه دي قبل كده؟